ازاي اتعامل مع الشخص المغرور؟ في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الفرق بين الشخص المغرور والشخص الواثق من نفسه. طيب في ناس سألت كتير جدا عن ازاي بقى اتعامل مع الشخص المغرور ده. يعني انا خلاص عرفت احدد ان الشخص ده شخص مغرور، ازاي اعرف اتعامل معاه؟ بص يا صديقي، الشخص المغرور افضل حل للتعامل معاه هو التجاهل. ان انت تتجاهل كل الانجازات اللي هو عمال يقولها. تفضل طول ما انت قاعد هتلاقيه عمال يقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، تتجاهل انجازاته، حسسه ان هو ولا حاجه. ده حقيقي، تمام ماشي، اللي هو ما تدلوش الانبهار الكافي. هو بيقول كده علشان هو من جواه عايزك تنبهر بيه، تعرفه ان هو قد ايه هو شخص عظيم. انت ما تقعش في الفخ ده وتديله اللي هو عاوزه، لا، انت حسسه بتجاهل تام. تاني حاجه، مسافه. الشخص المغرور ما بيحترمش غير المسافات، لازم يكون في مسافات بينكم. لما تحس ان هو بدأ يقلل منك علشان يعظم من نفسه، لا، حط له حدود وحط له مسافات. باولو كويلو ده كان كاتب برازيلي، كان قال جملة عجبتني جدا، قال لك be arrogant with arrogant people, this is the only way they respect. خليك مغرور مع الناس المغرورة، هي دي الطريقة الوحيدة اللي هم بيحترموها. حاول ان انت بشكل شياكة تتصيد له الاخطاء بتاعته. لما هو بيتكلم او بيعظم من نفسه، تتصيد له الاخطاء، توضح له اخطاء، تقولها له الاخطاء اللي هو عملها، بس بشكل شيك عشان ما تبانش عدواني. فدي كان افضل طرق للتعامل مع الشخص المغرور. زي ما قلنا هلخصهم تاني بسرعة. اول حاجة التجاهل، ان انت تتجاهل كل الحاجات اللي هو بيقولها، وطريقة التعظيم في نفسه ما تدلوش الانبهار الكافي اللي هو عايزه. تاني حاجة المسافة، هو ما بيحترمش غير المسافة. لما تحسه بيقلل منك او بيجي عليك، لا، انت حط مسافة بينك وبينه، تعرفه ان اللي هو بيعمله ده مش مسموح بالنسبة لك، ساعتها هو هيحترم ده ومش هيكرره تاني. تالت حاجة ان انت تتصيد له اخطائه وغلطاته وتحاول توضحها له، بس بشكل شيك مش بشكل تهكمي عليه. انا بقدم هنا في الصحة، في صفحة مساحة نفسية، محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين، فلازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت. ولو انت عندك اي مشكلة تقدر تسيبها لي في كومنتس او تراسلني على رسائل الصفحة. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.